خلاص انت دخلت الفيديو وما راح تطلع منه غير لحتى تكون اسعد لاعب بلعبة فري فاير. كل التسريبات اللي جبت لك اياها بفيديو اليوم تسريبات حلوة وراح تفرحك كتير كتير. وطبعا التسريب الاول اللي راح يكون معنا اساطير هو عن نقل حسابات فري فاير من فيسبوك الى جوجل او من جوجل الى فيسبوك. طبعا يا اساطير رسميا من شركة فري فاير بتاريخ 11/1 وابتداء من السنة الجديدة يا اساطير انت راح تقدر تغير حسابك من فيسبوك الى جوجل او العكس بكل سهولة. وهي الطريقة يا اساطير من شركة فري فاير يعني راح تنجح معك 100% وما راح تواجه اي مشكلة. كل اللي عليك انك تعبي شوي معلومات وبعدين تروح على الاعدادات تعمل شيء معين يا اساطير او خطوة معينة اكيد هن راح يحطوا لك اياها بعد التحديث. لما تعملها راح يتغير حسابك تلقائيا وهيك انت راح تقدر تحمي الحساب تبعك وتمنع اي حدا يسرقه او يدخل عليه. اما التسريب الثاني يا اساطير فهو عن شيء اسمه البويا بس. طبعا اغلبكم سمع عنه يا اساطير انه بالسنه الجديده يا اساطير يعني تقريبا بس يخلص الفاير بس الحالي. طبعا الفاير بس الحالي بده 8 ايام لحتى يخلص. كمان يا اساطير بعد 8 ايام رح تبلش السنه الجديده ويا اساطير رح ينزل فاير باس جديد. هذا الفاير باس الجديد رح يكون اسمه بويا باس. ويا اساطير بكل بويا باس رح ينزل رح يكون في سكين متطور انت رح تقدر تغير الالوان تبعه وتلعب فيه كيف ما بدك. يعني رح يكون سكين متطور مثل برج التوكن تقدر تفوت عليه من هون من المختبر. بعدين الزي الاسطوري راح يحطوا لك اياه هون كمان انت تقدر تلعب فيه وتغير الالوان وتعدل فيه مثل ما بدك. كل فاير باس راح يكون في سكين واحد اما سكين شاب اما سكين بنت. والبويا بس القادم راح يكون سكين شاب واللي بعده على الاغلب راح يكون سكين بنت. والشي الحلو بالبويا باس يا اساطير انه راح يكون سعره اقل من الفاير باس. طبعا مثل ما انكم شايفين قدامكم طبعا الفاير باس العادي السعر تبعه 600 جوهرة فاحتمال البويا باس يا اساطير يكون السعر تبعه 400 او 500 جوهرة لانه مستحيل يكون اقل من 400 جوهرة. طبعا التسريب الثالث يا اساطير بخص هي الصورة او بالاحرى هي السكنات رح نقدر نحصل عليها مجانا. بس يا اساطير هي سكنات راح تكون خاصة باللاعبين اللي عندهم الفاير باس الاول والثاني والثالث والرابع والخامس يا اساطير. يعني اللاعبين القدامى لا تزعلوا انتوا راح تضلوا متميزين عنا. انتوا راح تقدروا تحصلوا على هاي السكنات. هاي السكنات هي اللي راح تكون السكنات النادرة واللي مستحيل حدا يقدر يحصل عليها الا الاخذين الفاير باسات القدامى. بهذا الشيء اساطير فري فاير بتثبت انه راح تنزل الفاير باسات القديمة وراح تنزل هاي السكنات الجديدة بس للاعبين اللي عندهم الفاير باسات القديمة مشان تقريبا يعملوا لهم استبدال. واصلا هاي السكنات الجديدة احلى من الفاير باسات القديمة. التسريب اللي بعده يا اساطير راح يكون عن حدث الجواهر المجانية. طبعا مثل ما انكم شايفين قدامكم اكيد كلكم تتذكروا هذا الحدث. هذا الحدث نزل معنا مرتين يا اساطير مرة برمضان ومرة بالذكرى السنوية لفري فاير. كمان هذا الحدث يا اساطير بعد ما نجح كتير وكل العالم حبوه فري فاير رح ترجع تنزله بس يا اساطير بعد 3 شهور يعني اول ما ينزل رمضان يا اساطير هذا الحدث رح ينزل معه. كمان رح نقدر نطور حسابنا كتير من خلال هذا الحدث لانه هذا الحدث مثل ما بتعرفوا بيوزع كتير جوائز مجانية. يعني استنوا وترقبوا بعد 3 شهور رح ينزل هذا الحدث. هذا كان الفيديو يا اساطير وهي كانت تسريبات. بس قبل ما انهي الفيديو بدي اسالكم سؤال يا اساطير اذا بدكم كمل بتنزيل التسريبات اكتبوا لي تحت بالتعليقات وصلوا هذا الفيديو 500 لايك لانه يا اساطير انا ما بعرف اذا بتحبوا فيديوهات التسريبات او لا. فبدي من اي شخص شاف هذا السؤال ووصل لهون بس ينزل يكتب لي بالتعليقات اذا بدكم كمل بالتسريبات او لا. فبشوف فيديو جديد والسلام عليكم.